يلا بقى كبسة إلهام الترند الفترة دي اللي مكسر الدنيا ومحقق أعلى نسبة مشاهدات على السوشيال ميديا. طب فعلا تستاهل الضجة دي كلها وإنك تقومي على طول تجيبي مكوناتها وتعمليها؟ تعالي أقولك بقى تكاتها وإزاي تطلعيها بنفس التكنيك والخطوات والطعم اللي بتتقدم بيه، وكمان هنقدمها مع سلطة الدقوس الخطيرة. أحلى ترند ممكن تجربوه. صلوا على الرسول ونشوف خطواتها ومقاديرها. اول حاجه جهزت الحله وضفت فيها زيت على سمنه وسخنتهم كويس قوي. جبت بقى بصلايه كبيره قطعتها تقطيع خشن كده بالسكينه وانا واقفه على السريع، وهبدا اشوح في البصل لحد ما تاخد درجه اللون البني الغامق. ودي اول تركه في وصفه النهارده، لازم اوصل البصلايه للون ده اكنك بتعملي بصل كشري بالظبط. حابه تستخدمي لحمه او فراخ براحتك خالص بنفس التكنيك. انا هستخدم فراخ. هنشيل الجلد من الفراخ تماما وبعد كده نغسلها بالملح والليمون ونصفيها، ما يكونش فيها نقطه ميه فيها. وابدا اوزع الفراخ مش على بعض، لكن اوزعها تكون مفروده وموجهه للنار، ونارك تكون عاليه عشان حابه اديها صدمه وتلون معايا شويه تاخد لون ذهبي حلو، فلازم نارك تكون عاليه. عود من القرفه الخشب، وعندي حبتين من الليمون، ورقتين 3 كده من اللورة، 5 فصوص من القرنفل، فصين 3 من الحبهان، انا بحب اطحنه بيديني تيست ونكهه اقوى، وفصين كبار من الثوم مفرومين، يوازي معلقه صغيره ما تكونش مليانه يديك تيست حلو. ضفت بقى كل الكلام الجميل ده وهبدا ان انا اشوح الفراخ مع البهارات والثوم، وما تستعجليش على الخطوه دي لحد ما الفراخ تلون معاكي وتاخد اللون ده اكنك بتحمريها بالظبط، لان التكه دي بتفرق جدا في الوصفه بتاعت النهارده. هنجهز بقى البهارات بتاعتنا. معلقه كبيره مليانه من بهارات الكبسه، بتتجاب من عند اي عطار، ودي البهارات الاساسيه. وعندي ملح وفلفل اسود وبابريكا، مش بنضيف اكتر من كده. معلقتين كبار من الصلصه، وحبتين 3 من الطماطم ابشريهم. والطماطم هنا اضافه جميله بتخلي الرز فيه تسكيره حلوه قوي، يعني دايما اعملي ميكس ما بين الطماطم المبشوره والصلصه. حابه تستغني عن الطماطم مفيش مشكله، ضيفي شويه زياده من الصلصه، يعني معلقه كمان من الصلصه، بس الحقيقه الميكس ده بتكون خطير. سيبيها بقى تتسبك شويه كده، تحسي ان الطماطم تقلت معاكي وخدت اللون الحلو، يعني حوالي كده من 5 ل6 دقائق. بعد كده بقى هضيف اخر حاجه الفلفل الحار، كان طبعا مشطشط ما حبيتش اضيفه في الاول عشان ما يخليهاش سبايسي قوي، وقرن من الفلفل الرومي. هبدا كده اشوح الجمال ده، وبعد كده هجهز ميه جنبي سخنه في كاتل او في حله. هضيف على طول الميه المغليه واغطي الفراخ. لازم تغطي الفراخ، ونفس الموضوع ده هتعمليه في اللحمه بنفس الخطوات والتكنيك. اهم حاجه بقى خلي نارك متوسطه دايما، سويها كده على نار ما تكونش عاليه، وغطي واظبطي بقى ملحك وسيبيها تستوي سوا تام. عدى كده حوالي تلت ساعة وكانت الفراخ استوت. لو لحمة المدة هتطول شوية. غسلت الرز اكتر من كذا مرة البسمتي وسبته منقوع تلت ساعة في مية مايلة للسخونة وصفيته. لازم انقعه عشان الحباية تفتح معاكي ويستوي بسرعة. نزلت بقى بكمية الرز حوالي نص كيلو، وضفت كده شوية بسيطة من المية المغلية عشان اغطي وجه الرز بكمية مية حلوين. بعد كده النار تكون عاليه، يتشرب، هدي النار وسيبي الرز يستوي. التركه التانية ناخد بالنا منها، لازم اقفل على الرز ما يكونش متشرب قوي، لازم يكون فيها صوص كده وجوسي، ودي التركه اللي بتميز الكبسه بتاعه النهارده. هرفع الحله على طول ونسمي بسم الله وننزل في الصينيه الكبيره وما تتقدمش غير كده. عاوزه اقول لكم بجد ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. شايفين الرز كده فيه صوص، يعني هي نفس طريقة الكبسة التانية بس فيها تركتين مختلفين. لازم الرز ما يتشربش قوي، يكون فيه صوص حلو، عشان كده بنقول ننقعه في مية سخنة عشان ما يشربش كمية المرقة ويستوي معاكي أسرع. وكمان البصلاية بنغمقها ونخليها لون الدرجة شوية مغمق زي بصل الكشري كده. دول التركتين ناخد بالنا منها. وكده عملنا أحلى كبسة في الدنيا. نزين بقى بشوية كزبرة خضراء أو بقدونس وندوق بقى. هقول لكم رأيي بصراحة بجد من أجمل الترندات اللي ممكن أكون جربتها. زي ما كلكم متابعيني، أنا مش أي ترند ينزل اجري على طول اعمله، الا بقى يكون داخل مزاجي وعاجبني وبجد نفسي اجربه. طعمها خطير. قدمتها مع سلطه الدقوس بالطريقه الاصليه، هنزل لكم الفيديو بتاعها الحلقه اللي جاي باذن الله، بس عشان ما اطولش عليكم. ودي الطريقه الاصليه والمظبوطه جدا لكبسه الهام. شابوه ليها بجد، احلى ترند ممكن اكون اجربه. كمان فيها ميزه، ما فيهاش خطوات كتير ولا حلل ولا مواعين، كله في حله واحده على السريع، ومش هتاخد معاكي وقت. قد ايه الرز كده جوسي وجميل وشارب من الصوص مع الفراخ دايبه. من احلى واجمل الوصفات اللي ممكن تجربوها بدون مواعين ولا غلبة ولا خطوات كتير. ما كنتش الحقيقه قادره ابطل اكل منها. لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وتنسوا تبعتولي التطبيقات، وبالهنا.